السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله اليوم رح أقدم لكم أفضل وأهم وصفة ممكن تكون عم بتدور عليها، ورح تلاقيها اليوم ورح تجيب معك أفضل نتيجة. مش رح تصدق النتائج اللي رح تحصل عليها. الوصفة هاي اسمها الوصفة الثلاثية. ليش؟ لأنه أفضل 3 أنواع من الزيوت الطبيعية رح تجيب معك أفضل نتيجة بإذن الله. وبدي إياك تركز معاي وتعمل لايك للفيديو، وإذا أنت مش مشترك معنا بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. صدقني مش رح تخسر أي إشي باشتراكك، بالعكس رح تستفيد بإذن الله. الوصفة هاي من أهم وأقوى وصفات ممكن تسمعها في حياتك. أفضل وصفة رح تجيب أفضل نتيجة إن شاء الله. الوصفة هاي تستمر عليها لمدة 30 يوم، وكل حاجة رح نوضحها اليوم بالتفصيل الممل. بدي إياك تركز معاي في الكلمتين اللي رح أقول لك إياهن اليوم. وعندي طلب صغير، يا ريت الناس اللي جربت الوصفة تكتب بالتعليقات، تكتب إذا جابت نتيجة أو ما جابتش نتيجة. الوصفة هاي بإذن الله رح تحقق معك نتائج ممتازة جدا جدا، لأنه هاي هي أفضل 3 زيوت على الإطلاق. ورح أخبركم اليوم بالمكونات، رح أخبركم اليوم بطريقة التحضير، ورح أخبركم أيضا بطريقة الاستخدام. يا ريت تركز معي بطريقة الاستخدام، لأنه هاي هي أكثر تفصيلة ممكن تفرق معك، هي التفصيلة اللي راح تخليك تجيب نتيجة رائعة. فركز معي بطريقة الاستخدام، لأنه هاي هي بتتوقف عليها النتائج اللي بتظهر بعدين. فمن المهم انك تركز معي، وان شاء الله سوف تحصل على نتائج فوق المتوقع ومرضية اكيد. نبدأ سريعا على بركة الله عشان ما تأخرش على حضرتكم، وراح ندخل بالوصفة مباشرة وبالتفصيل الممل. شو هي ال3 زيوت، وشو هي أفضل 3 أنواع عشان تجيب معاك أفضل نتيجة إن شاء الله. ال3 زيوت هي أولا زيت السمسم، ثانيا زيت جوز الهند، ثالثا زيت اللوز الحلو. ركز معاي لأنه زيت اللوز في منه نوعين، اللوز المر وزيت اللوز الحلو. اليوم رح نستخدم زيت اللوز الحلو. الكلام واضح؟ في كتير من الأسئلة طبعا بتدور عند السادة المشاهدين، وأنا رح أجاوب على كل هاي الأسئلة بدون أن تسأل حتى. ركز معاي وأنا رح أجيبك على جميع الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهنك حاليا. ممكن تسألني هاي الزيوت للكبار أم للصغار؟ هل لها أعمار معينة؟ لا يوجد لها أي سن معين، أي واحد بيقدر يستخدم هاي الوصفة، ولكن عادة احنا بننصح من جيل 18 وما فوق انك تستخدمها، لانه اذا كان عمرك اقل من 18 انت ما بتحتاجش هاي الوصفات، وممكن يكبر وحده بدون اي مساعدة، بدون ان يكتمل نموك. تقدرش انت تقرر اذا انت بحاجة انك تكبر او تقوي قضيبك. في كمان اسئلة ممكن تصلني، هل تنفع الوصفة لغير المتزوجين؟ والجواب هو نعم، الوصفة بتلائم المتزوجين وغير المتزوجين. حسنا، قلنا مكونات الوصفة، والآن ركز معاي في طريقة تحضيرها. كيف بدك تحضرها؟ كيف تحضر هاي الوصفة وطريقة تحضيرها؟ ركز معاي، ويا ريت تحمل تطبيق الجوال لتكبير القضيب. رابط التطبيق أسفل هذا الفيديو، تطبيق مجاني رح يفيدك كتير في كل ما يتعلق بتكبير العضو الذكري. أول شيء جيب ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة من زيت السمسم، ملعقة من زيت اللوز الحلو، وهيك رح يصير معك 3 معالق من الزيوت. هاي الكمية رح تكفيك طوال اليوم. ليش؟ ركز معي ورح تعرف ليش. كيف قلت لك رح نجيب ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة من زيت السمسم، وملعقة من زيت اللوز الحلو. رح يصير معك 3 ملاعق من الزيوت. رح نضعها على
إناء، ورح نضع الإناء على نار هادئة جدا جدا، ونتركها لمدة 5 دقائق بحيث إنه الزيت يصبح دافئ وليس حار. ركز معاي في هذا التفصيل، لأنه في ناس بتقول إنه الوصفة ما جابتش نتيجة، مع إنه الناس كتيرة أخرى تتواصل وبتقول لي إنه حققت نتائج مبهرة. فمهم إنك تستعمل وتعمل وتحضر بشكل صحيح. هاي 3 ملاعق من الزيوت رح نضعها في إناء، ورح نضع الإناء على نار هادئة جدا جدا ولمدة 5 دقائق. يدوب انت تسخن الزيت فقط، انت بتعمل عملية تسخين بسيطة او عملية تدفئة بسيطة جدا للزيوت او ال3 ملاعق هذه الخلطة الخاصة بنا. وبعدين منقيم المكونات من عن النار ومنصبر حتى يبرد الزيت ويصير دافئ جدا جدا عشان نقدر نستخدمه بكل سهولة وبكل بساطة وما يكونش عندك مشاكل نهائيا. مبدئيا الخلطة كتير سهل تحضيرها، ولكن لو انت حابب انك تحصل على الكريم جاهز، بدك الكريم لتكبير القضيب وتقوية الانتصاب، فانا بنصحكم بكريم من. كريم من للرجال يعتبر اقوى كريم مكبر ومقوي للانتصاب بنتائج مضمونة وهو طبيعي 100%. ولو رغبتم بالحصول عليه او الحصول على المزيد من التفاصيل ادخلوا موقع علاج www.ilaj.me او اتصلوا فيهن عبر الواتساب، والمكونات طبيعية والتوصيل سري وبوصلك حتى البيت. بكل الأحوال هاي هي المكونات وهاي هي الخلطة، بقي تحضيرها وطريقة استخدامها. فركز معي في طريقة الاستخدام أخي الكريم. طريقة الاستخدام وكم مرة يوميا؟ 3 مرات في اليوم، مرة قبل الظهر، مرة قبل العصر، ومرة قبل النوم. في كتير أسئلة طبعا قبل النوم قبل العلاقة تفرقش. المهم استخدام الوصفة 3 مرات في اليوم، مرة قبل الظهر، مرة قبل العصر، مرة قبل النوم. قبل النوم أو قبل العلاقة كيف قلت لكم ما بتفرقش، ولكن لو انت متزوج وحابب بالعلاقة طبعا انصحك انك تحط الزيت قبل العلاقة، لانه كمان مقوي ومحسن للجنس وللانتصاب. حسنا، مرة قبل الظهر، مرة قبل العصر، ومرة قبل النوم. طيب كيف نقوم بالاستخدام؟ الاستخدام عن طريق التدليك. نعم، عن طريق التدليك، ولكن اهم شيء يكون التدليك برفق بلطف، مش مجرد تدليك هيك سريع على الماشي اي كلام. لا اخي الكريم، انت تعبت بانك تجيب الوصفة وتحضرها وتحطها، اهتم باخر تفصيلة، وهي اهم تفصيلة اللي راح تجيب لك نتيجة. التدليك لازم يكون بلطف، تعمل حلقات دائرية بايدك، تبدأ من اول القضيب وتشد باتجاه الرأس بحيث ما ترجعش للخلف، لا بس من البداية وتشد إلى الأمام نحو الرأس. وبدك تعمل 50 إلى 60 مرة بهذا الاتجاه، ورح تعمل 3 مرات، كل مرة 50-60 حركة اللي تكلمنا عليها. طيب ولو واحد في الشغل، واحد بالعمل بيقدرش انه يعمل ال3 مرات في اليوم، شو الحل بهذه الحالة؟ الحل انك تعمل مرتين، مرة الصبح قبل الذهاب للشغل، ومرة قبل النوم. ولو وقتك ضيق في تحضير الزيت، كيف قلت لكم كريم من للرجال هو افضل خيار لاختصار الوقت. هذا هو موقع الكريم وخدمة الواتساب لو رغبتم بالحصول عليه، والتوصيل عالمي وسري. طيب لكم فترة استمر على العلاج؟ انصحك بالاستمرار على العلاج على الاقل 30 يوم، ولكن ممكن كل شخص وحالته واحتياجه. وطبعا انا بنصح بعلاج 6 اشهر لتحقيق اقصى نتيجة. بتقول لي 6 اشهر؟ نعم اخي الكريم، ممكن تحقق نتيجة من اول شهر، هذا صحيح، ولكن اذا انت بدك توصل ل 30 سنتي اكيد بدك تستمر بدون يأس لوقت طويل، ورح تشوف نتيجة بوعدك.
فأتمنى انك تركز في الكلام اللي بقوله وتحاول تعمل الوصفة تماما كيف شرحت لكم وبحذافيرها، واي غلطة بتعملها ممكن تؤدي لفشل الوصفة او تقليل نتائجك. عشان هيك بنصحك تعيد الفيديو، تسمعه، تركز فيه، تسجل نقاط عشان تتذكر كل هاي الامور، وبالتوفيق ان شاء الله. واللي جرب الوصفة واستفاد عليها حطوا تعليقاتكم عشان تحمسوا الشباب وتشجعوا الآخرين عشان يجربوها ويعرفوا قديش هي منيحة. لحد هون بتمنى انكم تشاركوا الفيديو على اوسع نطاق وتنشروا الفائدة عشان غيرك يستفيد. لو اول مرة معانا شاركوا بالقناة، ما تنساش فعل زر الجرس، اضغط زر لايك، حمل تطبيق تكبير القضيب، الرابط اسفل هذا الفيديو. واي استفسار راسلوني عبر الواتساب، راسلوني عبر الايميل، انا كتير بسعدني وراح اجاوب على كل ايميل بوصلني. فهذا هو موقع علاج لتحسين علاج حياتك الزوجية، ادخلوه. هذا بخصوص موضوع اليوم، والسلام.